إدارة النادي الأهلي وكل مسؤولين النادي الأهلي وكل جماهير كمان النادي الأهلي مشغولين في المباريات اللي جاية للأهلي المهمة، إذا كان القطن ولا صن داونز ولا القطن هنا ولا الهلال السوداني، ونسيوا عقوبات اللي توقعت على الهلال. فين حق الأهلي؟ حق الأهلي ضاع طبعا. هتكلم في الموضوع ده معاكم، وهتكلم في اعتذار الأهلي عن البطولة العربية، ودي بصراحة أنا معاهم فيها لأسباب تانية برضه هنتكلم فيها. وطبعا الخطيب يحضر مران النادي الأهلي، ومدام الخطيب يحضر مران النادي الأهلي يبقى فيه كلام كتير هكلمكم فيه. ولكن قبل ما ادخل على حلقتنا، فضلا وليس امرا نشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، ولايك للفيديو عشان الفيديو يوصل لكل الناس. ونبدا حلقتنا بالصلاه على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. كل اداره النادي الاهلي وكل مسؤولين النادي الاهلي مشغولين في المباريات اللي جايه للنادي الاهلي، ونسيوا العقوبات اللي اتوقعت، او حق علي لطفي فين، حق محمد عبد المنعم فين، المهزله اللي حصلت في الهلال السوداني من جماهير الهلال ومن دكتور الهلال السوداني. الكل نسي كل العقوبات اللي الهلال السوداني اخذها، حرمانه من جماهيره، عقوبات ماليه على الدكتور. طب فين حق الاهلي من كل ده؟ فين حق الاهلي؟ ممكن اي فرقه تعمل كده، ممكن اي حد يعمل كده، سهل فريق الهلال يعمل تاني كده، مش مشكله. اخرهم ايه؟ هيتحرموا من جمهورهم ماتشين 3 4، يتوقع عقوبه ماليه على الدكتور 100,000 جنيه 50,000 جنيه 200,000 جنيه. وايه لازمه كل ده من حق الاهلي وحق علي لطفي اللاعب اللي اتضرب هناك، وحق محمد عبد المنعم اللي الدكتور رش في عينه البنج؟ للاسف هل مسؤول النادي الاهلي مش واخدين بالهم وناسيين ومركزين في الفتره اللي جايه للنادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي هتكون فتره مهمه جدا، ولا ايه الموضوع؟ الله اعلم. الاهلي يعتذر عن البطوله العربيه، وبصراحه انا مع اداره النادي الاهلي، والمفروض الاهلاويه يكونوا مع اداره النادي الاهلي من الاعتذار ده لسبب. السبب ايه؟ اولا الاهلي ما كانش مشارك فيها، ثانيا اداره البطوله او الناس اللي بتدير البطوله فضلوا ان الاهلي يلعب فيها عشان خاطر البطوله اللي موجود فيها النادي الاهلي بتنجح طبعا، والكل عارف انها بتنجح كجماهيريا كاعلاميا كل حاجه. ولكن الفتره اللي جايه الاهلي على قد ما يقدر محتاج لراحه عشان خاطر اهم بطوله بالنسبه للنادي الاهلي بطوله افريقيا، وطبعا بطوله الدوري السنه دي بالتحديد غير اي سنه، غير ال 42 او ال 43 اللي فاتوا كلهم، او ال 42 اللي فاتوا كلهم. بطوله الدوري دي غير اي سنه، غير اي سنه، والكل عارف غير اي سنه ازاي. ولكن ان الاهلي يعتذر على البطوله العربيه دي حاجه في مصلحه النادي الاهلي ومصلحه اللعيبه، عشان خاطر الارهاق، عشان خاطر الاجهاد، عشان خاطر الاصابات، عشان خاطر حاجات كتيره. يا فرحتي لما اروح انا العب البطوله العربيه واللعيبه اروح اي حد يكسبني واي حد يفوز عليا تتحسب عليا، وبعد كده اللعيبه تبقى مصابه. البطولات المهمه ما لاقيش اللعيبه، البطولات اللي هي خلاص تتحسب لك، تحسب لك مش هتلاقي اللعيبه فيها، اذا كانت بطوله افريقيا، اذا كانت بطوله كاس مصر، اذا كانت بطوله الدوري، وهكذا. فما ينفعش نلعب في مليون بطوله وانا الاصابات عندي كتيره ومتعدده وبتاثر عليا بالسلب فيما بعد. محمود الخطيب، كابتن محمود الخطيب يحضر مران النادي الاهلي ويتوعد للاعبي النادي الاهلي. يتوعد لهم ايه؟ هكلمكم فيه. ولكن معنى ان كابتن محمود الخطيب ينزل يحضر التمرين بيبقى فيه ان كبيره قوي، لان هو مش من عوايده ان يحضر التمرين ويعمل اجتماع مع اللعيبه هو وكولر. محمود الخطيب اتكلم معاهم، كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي اتكلم مع اللعيبه، قال لهم ان الفتره اللي جايه فتره مهمه جدا، مهمه جدا، وانا مش هغرم حد ولا هعاقب حد ولا هوقف حد ولا اوقع عقوبات ماليه على الفريق لسبب. الفترة اللي جاية النادي الأهلي محتاج كل لاعب، الفترة اللي جاية النادي الأهلي محتاج إن كل لاعب يقدر يدي اللي عنده، الفترة اللي جاية الأهلي محتاج كل لاعب يأدي الدور اللي كولر هيطلبه منه، عشان خاطر الماتشات اللي جاية ماتشات كاس لازم أكسب فيها، ماتشات كاس لازم أكسب فيها، ما ينفعش أتعادل حتى، يعني ما ينفعش أتعادل.
فالفتره اللي جايه مباراه القطن، مباراه سان داونز، مباراه القطن، مباراه الهلال السوداني، مباراه سان داونز طبعا مباريات مهمه. القطن هنا، الهلال السوداني هنا، القطن بره، سان داونز بره. الماتشات دي لا تقبل الاسم على فريق واحد، لازم اخد منها الثلاثه بونت، او اقل حاجه اخد 3 بونت من 3 ماتشات واتعادل مباراه عشان اضمن الصعود. وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله بعد جلسه كابتن محمود الخطيب مع لاعبي النادي الاهلي النهارده، ان شاء الله لاعيبه الاهلي قدها، سواء في اصابات او مفيش اصابات، باذن الله باذن الله كولر قدها ولاعيبه النادي قدها، لان دايما لاعيبه النادي الاهلي عودوا جماهيرهم على الصعب دايما وعلى النواقص اللي بتبقى موجوده. ان شاء الله لعيبه النادي الاهلي قدها باذن الله ان شاء الله. اتمنى ما اكونش طولت عليكم، واتمنى تكون الحلقه عجبتك. ولو لسه ما اشتركتش في القناه فضلا وليس امرا اشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، ولايك للفيديو عشان الفيديو يوصل لكل الناس. سلام عليكم.